يا إبراهيم، لماذا لا تعيش معنا هنا في مصر؟ فأنا أعلم أنك قضيت 5 سنوات بمصر، وما تبعك فيها إلا قليل. فرد عليه إبراهيم عليه السلام بأنني مهاجر إلى الله. يا إبراهيم، إن مصر فتحت أبوابها لكم، فلماذا تتركونها؟ فأنا أرغبك ولا أرهبك. عش معنا يا إبراهيم، ولسوف أعطيك كتاب أمان مختوم، ولك مالي وجاهي وسلطاني. فأصر إبراهيم على الرحيل من مصر. أنا أعرف أن الكهان يحاربونك يا إبراهيم. فرد عليه إبراهيم بأنه قد وجد بمصر خيرا كثيرا، ولكنه مهاجر إلى الله. يعز علينا فراقك يا إبراهيم، ومصر بلادك، تأتي إليها وقتما تشاء وحينما تشاء. والتقى إبراهيم عليه السلام بابن أخيه لوط، الذي أخبره بأن قومه قوم سوء، وأنه كان يتمنى قتالهم، ولكنه استعان بالصبر والصلاة. ولما جاءت الرسالة إلى لوط بتكليف من رب العالمين، أمره إبراهيم أن يذهب إلى قوم سدوم. وذهب إبراهيم إلى بيت المقدس لينعم به.